هنرجع رامي ربيعه ازاي؟ ما انا مشيته في ايه وعايز ارجعه في ايه؟ وبعدين رامي ربيعه مش اللي هو حامد حمدان، مفيش الا حامد حمدان. انا شايف ان الاهلي حامد حمدان ما يلزموش. طب ايه اللي بيخليك تقول كده؟ حامد حمدان بنسبه 90% خلاص الاهلي قرب منه. طب ايه يا عم دليلك على كده؟ ان بعد عزا كابتن محمد صبري كابتن سيد عبد الحفيظ تواصل مع وكيل اعماله عن طريق حد من محبين النادي الاهلي، تمام كده؟ وبنسبه كبيره جدا الراجل اللي جاي وهو نفسه وكيل صالح جمعه للاعب حامد حمدان. فالدنيا مقربه، ووكيل اعماله حابب ان هو يجي الاهلي لان وكيله عايز مصلحه ياخد بونص اعلى، تمام؟ طب انت لو جيت سالتني تقول لي مثلا الاهلي عايز حامد حمدان، الاهلي مش في احتياج حامد حمدان بصراحه. الاهلي عايز باك رايت كويس لان محمد هاني ماشي على سطر وبيسيب 30,000 سطر عشان نبقى دغري يعني. وعايز فروت قوي، تمام؟ وعايز سيرد باك يكون كويس في الحته الخلف اللي ورا. لكن انت مش محتاج اكتر من كده. حامد حمدان بيلعب نص ملعب، انت عندك في الحته ديت كتير جدا. لكن انا شايف ان انت مش في حاجه لحامد حمدان بصراحه. انت عايز واحد، عايز على الاقل على الاقل عايز مثلا في كل مركز من اللي انا قلته ده يكون واحد يكون قوي جدا، باك رايت وسيرد باك وفيرود يكون شرس على الجون. لكن انا بصراحه انت مش في احتياج ان انت تخش في حامد حمدان في صفقه ملهاش اي ويقول لك رجع رامي ربيعه. طب انا ارجع رامي ربيعه ازاي؟ ما انا مشيته في ايه وعايز ارجعه في ايه؟ وبعدين رامي ربيعه مش اللي هو دلوقتي، لا انت عايز واحد اقوى من رامي ربيعه كمان في الدفاع. يعني انا شايف ان احنا ملوش لازمه ان انت تجيب حامد حمدان، وملوش لازمه ان رامي ربيعه يرجع. يعني انا شايف ان بصراحه الموضوع ده سمك لبن تمر هدي بس.